تعالوا نتعلم كلمات انجليزي عن كل حاجة حوالينا في البيت. هتتعلم تقول كل حاجة حواليك في البيت النهاردة بالانجليزي، وده من اكتر الفيديوهات اللي طلبتوها مني، فتابعوا معايا فيديو النهاردة للاخر. واول حاجة خالص room يعني غرفة. تعالوا نعرف اسماء الغرف كلها اللي موجودة في اي بيت. وطبعا اول حاجة خالص living room اللي هي غرفة المعيشة. bedroom قولوا ورايا الكلمات دي علشان تتعلموها وتحفظوها، وكمان اكتبوا عليها امثلة معايا. bedroom اللي هي غرفة النوم. كمان شوية كمان هندخل في كل غرفة وهقول لكم كل الكلمات اللي هتحتاجوها وهتحتاجوا تعرفوها في كل الرومز دي او في كل الغرف دي. عندنا كمان kitchen اللي هو المطبخ. ولو في غرفة سفرة اسمها dining room اللي هي غرفة السفرة. اما الطرقة اللي هي الممر اللي بيبقى في البيت اسمه hallway. ولو عامل غرفة هي زي أوضة مكتب كده زي مثلا أنا موجودة فيها دلوقتي، ممكن تقول عليها office اللي هي غرفة المكتب، أو study اللي هي غرفة المذاكرة. في بعض البيوت كمان بيكون فيها غرفة للغسالة واللوندري والغسيل وكل الكلام دي اسمها laundry room. تعالوا بقى دلوقتي ندخل جوه كل الاوض دي ونتعلم كل كلمة فيها وكل حاجة فيها. ركز معايا وخلي معاك ورقة وقلم، يلا بينا. فاصل سريع. افكركم لو لسه ما اشتركتوش معايا في قناتي انجلش فلوج ان انتوا تشتركوا دلوقتي حالا. يلا اضغطوا دلوقتي حالا اشتراك وفعلوا الجرس كمان واعملوا لايك بليز للفيديو ده، ويلا نكمل. واول جزء خالص كلمات انجليزي في غرفة المعيشة او الليفينج روم. اول حاجة wall يعني الحائط. floor يعني الارضية. window يعني النافذة أو الشباك. curtains قولوا ورايا الكيرتنز اللي هم الستاير. carpet اللي هي السجادة. sofa اللي هي الكنبة. المخدات الصغيرة اللي بتكون على الكنبة اسمها cushions اللي هي المخدات الصغيرة اللي على الكنبة. أما كرسي الأنتريه فاسمه armchair اللي هو الكرسي اللي بيكون موجود في الأنتريه. وطبعا في اللي هي ترابيزة الأنتريه table. عندنا كمان chandelier قولوا ورايا chandelier اللي هي النجفة. floor lamp اللي هي بتكون الأباجورة الطويلة اللي ممكن بتتحط في الكورنر كده أو في الزاوية. وفي كمان picture اللي هي التابلو أو الصورة، أي حاجة بتحطها على الحيطة وبتلزقها على الحيطة. وطبعا كمان في الليفينج روم في television اللي هو التلفزيون. يلا كرر كده ورايا واسمع الفيديو ده اكتر من مرة، وكرر الكلمات اللي فيه ورايا واكتبها كمان اكتر من مرة وعليها امثلة من عندك علشان تحفظها ان شاء الله. وافضل كده شوف الحاجات اللي حواليك في الأوضة وقول اسمها كمان وانت شايفها بالانجليزي، هيساعدك جدا ان انت تحفظ الكلمات دي، ودي كلمات طبعا حياتية تقدر تستخدمها طول الوقت. عندنا كمان TV cabin. خلي بالكم cabin التي سايلنت اللي في الاخر مش بتتنطق، فبنقول TV cabin اللي هي وحدة التلفزيون، الوحدة اللي بيتحط فيها التلفزيون. وطبعا في speaker اللي هي السماعات اللي بتكون جنب التلفزيون. و remote control اللي هو الريموت بتاع التلفزيون اسمه remote control. لو عندنا رف للكتب في الليفينج روم اسمه book shelf اللي هو رف الكتب. وساعة الحائط اسمها clock ساعة الحائط.
والتكييف اسمه air conditioner. air conditioner. ودي الكلمات الخاصة بغرفة المعيشة أو الليفينج روم. تعالوا نكمل الكلمات الخاصة بالبيد روم أو غرفة النوم. يلا بينا. وأول حاجة bed. bed. bed اللي هو السرير، والمخدات اللي على السرير اسمها pillow. pillow. قول ورايا pillow. pillow اللي هي المخدات اللي على السرير. blanket. 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 blanket اللي هي البطانية. اما الدولاب او المكان اللي احنا بنحط فيه الهدوم بتاعتنا، دولاب الملابس يعني، اسمه wardrobe. 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 قول ورايا wardrobe اللي هو دولاب الملابس. اما الكومودينو اللي هو اللي بيكون جنب السرير اسمه bedside table. bedside table. bedside table اللي هو الكومودينو. عندنا كمان lamp. lamp. lamp اللي هي الاباجوره. chest of drawers. chest of drawers. chest of drawers اللي هي بتكون وحدة الأدراج، الوحدة المنفصلة اللي بيكون فيها الأدراج في الأوضة. dressing table. dressing table. dressing table اللي هي التسريحة. ولو في مشاية صغيرة كده اللي هي بتكون أصغر من السجادة شوية اسمها rug. 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 طبعا لو في منبه اسمه alarm clock. alarm clock. alarm clock اللي هو المنبه. واي رف بقى محطوط كده منفصل بيتحط عليه اي حاجة اسمه shelf. shelf. shelf اللي هو الرف. بكده نكون اتعلمنا الكلمات الانجليزي كلها اللي موجودة حوالينا في غرفة النوم. تعالوا دلوقتي ننتقل للمطبخ. وصلت معايا لجزئية كلمات انجليزي في المطبخ، واول حاجة خالص sink. sink. sink اللي هو الحوض. stove. stove. قول ورايا stove. stove اللي هو البوتاجاز، البوتاجاز من فوق. اما الفرن فاسمه oven. oven. oven الفرن. dishwasher. dishwasher. dishwasher اللي هي غسالة الأطباق. اما المصفاية، المصفى اللي احنا بنحط فيها الاطباق علشان تنشف كده اسمها plate rack. plate rack. قول ورايا plate rack. plate rack اللي هي مصفاية الاطباق. عندنا طبعا microwave. microwave. microwave اللي هو الميكروويف. والتلاجة اسمها refrigerator. refrigerator. refrigerator او fridge. fridge. fridge ده يعني تلاجة. في مطابخ بيكون في شفاط كده فوق البوتاجاز نفسه، ده اسمه ranch hood. ranch hood. ranch hood اللي هو الشفاط اللي فوق البوتاجاز. عندنا كمان cabin. cabin. cabin اللي هي ظرف المطبخ اللي بنحط فيها أي حاجة ونخزن فيها أي حاجة. وكمان pan. pan. pan اللي هي المقلاية. أما الحلة فاسمها pot. pot الحلة أو القدر. pot. pot. لوح التقطيع اللي بنقطع عليه أي خضار أي لحمة أي حاجة اسمه chopping board. chopping board. chopping board. قول ورايا. عندنا كمان kettle. kettle. kettle اللي هي بنغلي فيها المية علشان نعمل مية مغلية للشاي لأي حاجة، فبنقول kettle. kettle. وترابيزة المطبخ اسمها counter. counter. counter اللي هي ترابيزة المطبخ. وعندنا كمان blender. blender. blender اللي هو الخلاط. وطبعا في knife. knife. knife اللي هي السكينة. fork. fork. fork اللي هي الشوكة. spoon. spoon. spoon اللي هي المعلقة. كده نكون قلنا كل الكلمات الانجليزي اللي هتحتاجوها حواليكم في المطبخ. زي ما قلت لكم ادخلوا دلوقتي حالا للمطبخ، ابدأوا سموا الحاجات بالانجليزي اللي انتوا شايفينها قدامكم، وكرروا الكلمة اكتر من مرة هتثبت في عقلكم اكتر وهتحفظوها. وتعالوا دلوقتي نكمل للباثروم او الحمام. عندنا اول حاجة shower. shower اللي هو الدش. shower. و soap. soap. soap اللي هو الصابون.
sink sink لسه قايلينها من شوية اللي هو الحوض sink. وطبعا mirror 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 اللي هي المراية mirror. يلا كرر وقول ورايا lights 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 اللي هي الإضاءة عموما بشكل عام في البيت lights. towel 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 اللي هي الفوطة أو المنشفة. و cabin cabin برضو لسه قايلينها من شوية، يلا افتكر معناها كده معايا. perfect. cabin اللي هي أي حاجة، أي ظرف بنستخدمها إن احنا نخزن فيها أي حاجة. وطبعا في toilet toilet اللي هو الله يكرمكم طبعا التويلت. و toilet paper اللي هي المناديل الخاصة بالتويلت. bathtub اللي هو البانيو. و bath mat اللي هو أي سجادة أو منشفة بسيطة بتتحط في أرضية التويلت، يعني دي اسمها bath mat. عندنا كمان shelf اللي هو الرف اللي بيتحط عليه أي حاجة. و toothpaste اللي هو معجون الأسنان. أما في toothbrush اللي هي فرشاة الأسنان. comb اللي هو المشط. hairbrush اللي هي فرشاة الشعر. hair dryer اللي هو مجفف الشعر اللي احنا بنستخدمه علشان ننشف بيه شعرنا زي السشوار كده hair dryer. وعندنا كمان شامبو اللي هو الشامبو. و plunger اللي هي اللي بنستخدمها علشان نسلك بيها التويلت، يعني اسمها plunger. و sponge اللي هي السفنجة. ولو في ميزان في التويلت scale يعني ميزان. وبكده نكون اتعلمنا النهارده اشهر الكلمات الانجليزي اللي هنحتاجها وهتشوفها حواليك كده في البيت طول ما انت قاعد. يلا ابدأوا براكتس دلوقتي حالا معايا، وابدأوا سموا الحاجات، ادخلوا غرفة في البيت وقولوا عليها الكلمات اللي دعاء قالت لكم عليها. وان شاء الله يكون في اجزاء اكتر كمان هنتعلم كلمات انجليزي متخصصة عن كل حاجة كده في حياتنا، عشان يكون الموضوع بإذن الله سهل وبسيط بالنسبة لكم، وتعلم الإنجليزي يكون بأسهل الطرق معايا بإذن الله. ما تنساش لو عجبك الفيديو ده لايك بليز دلوقتي حالا للفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش معايا كمان في قناتي انجلش فلوج فيلا اشترك دلوقتي حالا، اضغطوا دلوقتي حالا اشتراك وفعلوا الجرس كمان، واشوفكم على كل خير في فيديو جديد وفي حلقة جديدة. باي باي.